الزمالك قدر يخطف 3 نقط من انياب مودرن سبورت، واللي يقول غير كده يبقى كذاب. الزمالك اللي لعب الشوط الاول كويس جدا، اول ربع ساعه اول تلت ساعه بقى الشوط الاول الاثنين الفرقتين يمسكوا كوره كويس جدا. بدايه الشوط الثاني بعد ما دخل فيهم الهدف الثاني مودرن سبورت اتحول فريق تاكتكس كويس جدا جدا جدا، قدر ياخد كذا كوره على مرمى الزمالك، بس تألق صبحي هو اللي انقذ الزمالك. اللي يقول غير كده ويقول الزمالك الزمالك الشوط الاول اوكي كان ماسك كوره كويس جدا، لكن الشوط الثاني الزمالك اتضغط والبدني بتاعه وقع. ولولا ان فعليا البدني بتاع مودرن سبورت كان قليل وما كانش عندهم اللاعب اللي يخلص 100% كذا كرة اخدوها، الزمالك ما كانش هيطلع ب3 نقط. انا مش باجي على الزمالك ولا هاجي على حد، بس الفكره كلها ان انا عايز الزمالك يطلع، لان الموسم ده انا نفسي بجد المنافسه ترجع تاني اهلي وزمالك. انا بيراميدز بالنسبه لي ما يخصنيش، لان انا واحد من الناس اتربيت ان اهلي زمالك طول حياتي، ما فيش حد تالت. يا ريت يطلع بيراميدز ما فيش مشكله، بس في نفس الوقت انا عايز الزملكاويه عقليتهم تبقى كبيره، والجمهور الزملكاوي يبقى عقليته كبيره، مش مجرد ان انا كسبت مباراه حتى لو الاداء بتاعي مش كويس فانا اطلع اتنطط وموافقنا ومش عارف. لا يا جدعان، انت عندك مباراه كويسه وعندك لعيبه كويسه وعندك الباك اليمين بتاعكم بسم الله ما شاء الله، ربنا يوفقه يعني معاكم، بس في نفس الوقت لازم ابص على النقط اللي خلتني في المباراه ما اعرفش اكسب سكور. يعني انت ما عرفتش تكسب 3-4، انت كسبان 1-2-1 وبالعافيه. فلازم نقف عند كذا نقطه كده، اللي هو ليه ما كسبناش سكور؟ ايه اللي خلى البدن بتاعنا وقع؟ فاهمين؟ طبعا فنيا انا مش عارف اتكلم دلوقتي فنيا لان انا لسه مش مجهز حاجه، حتى الصوت مش كويس. فان شاء الله واحده واحده انا بجهز في الاستوديو باذن الله، في اقرب وقت هنقدر نتكلم براحتنا ونتكلم كوره ونتكلم فني بالورقه والقلم. ما تنساش تتابعني وتعمل لايك عشان باذن الله هنزل فيديوهات تخص الدوري المصري كل يوم، وبجهز استوديو باذن الله، يا رب يعجب حضراتكم. يا رب ما كنتش طولت عليكم. سلام.